البيت الكبير كان هادي، والكل فاكر إن المحبة هي اللي جمعانا تحت سقف واحد. البنت اللي كانت لسه متجوزة جديد في بيت العيلة كانت بتتعامل بكل نية طيبة مع سلفتها الكبيرة. السلفة دي كانت بتمثل الحنية والأمومة، وكانت دايماً تقول لها: يا حبيبتي انتي نورتي البيت، وأنا زي أختك الكبيرة، لو احتجتي أي حاجة أنا موجودة. العروسة كانت بتسيب موبايلها وحاجتها مع سلفتها وهي في المطبخ، ومأمنة لها على كل أسرارها مع جوزها. وفي يوم العروسة ضاعت منها سماعة لاسلكية واحدة، وفضلت تدور عليها في كل حتة وما لقيتهاش. استعوضت ربنا لحد ما في يوم كانت بتنظف تحت كنبة الصالة في شقة سلفتها، ولقت السماعة واقعة هناك. أول ما العروسة حطت السماعة في ودنها وفتحت الموبايل، اكتشفت إن السماعة كانت شغالة وبتبعت إشارة صوتية للموبايل طول الفترة اللي فاتت لأنها كانت قريبة. العروسة فتحت تسجيلات المذكرات الصوتية اللي الموبايل سجلها تلقائياً لما السماعة كانت بتلقط صوت، والصدمة كانت بشعة. سمعت صوت سلفتها وهي قاعدة مع حماتها وبتقول لها بسم وغل: يا حماتي، البت دي عينها مش كويسة، وأنا شفتها وهي بتسرق من دهبك وبتحطه في شنطتها. لازم نخلي ابنك يطلقها ونطردها من البيت قبل ما تخلص على شقة عمرنا. أنا هحط لها الخاتم بتاعك في وسط هدومها دلوقتي ونعمل لها فضيحة قدام العيلة كلها. العروسة الدم جمد في عروقها، بس ما كانش هينفع تصرخ. عملت فخ ذكي جدا، جابت جوزها وحماها فجأة وقالت لهم: يا جماعة، أنا لقيت السماعة الضايعة وعاوزاكم تسمعوا معايا أغنية حلوة. وشغلت التسجيل الصوتي اللي فيه صوت السلفة وهي بتخطط لسرقة الخاتم وفضيحة العروسة. الحما انصدمت، والجوز عرف إن مراته كانت بتدبر لها مكيدة بشعة. السلفة الخاينة والشريرة القلب اتقبض عليها بتهمة البلاغ الكاذب والسرقة، واتطردت من بيت العيلة بفضيحة مجلجلة. والعروسة عرفت إن اللي تاكل معاكي في طبق واحد ممكن تكون هي اللي بتحطلك فيه السم، والحرص واجب حتى من أهل البيت. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تفتكريها أختك وسندك في الغربة ممكن تكون هي اللي بتهدلك سقف بيتك فوق راسك عشان تاخد مكانك. والحق دايماً بيبان ولو بسماعة ضايعة.